انا عارفة انك بتحتاري في سندوتشات اللانش بوكس وبتدوري على حاجة تعجب ولادك وتكون مغذية وفي نفس الوقت تبقى اقتصادية. بنص كيلو من الفراخ هتعملي اكتر من 55 قطعة من اصابع الدجاج المقرمشة التشيكن فرايز، ولو حسبتيها هتلاقيها اوفر من الفطار العادي. الولاد كمان بيحبوها جدا، هتعملي الكمية كلها وهترتاحي بقى طول الشهر. تطلعي كده على التحمير على طول. وكمان هنشكلها بطريقة سهلة قوي، حتى لو هتعملي كمية كبيرة مش هتتعبك خالص. شجعوني بلايكات كتيرة للفيديو عشان نكمل وصفات المدارس الاقتصادية والسريعة. هعمل كل الكمية اللي شفتوها دي بنص كيلو بس من البانيه، يعني حوالي صدر فرخة واحد. ممكن نعملها بالصدور او الوراك، وممكن كمان ميكس بين الاتنين زي ما كنا عملنا قبل كده في فيديو الناجتس. هسيب لكم اللينك بتاعه لو حابين تشوفوه. قطعتهم كده وهنزل بيهم في الكبة عشان يعني افرمهم. طبعا الفراخ بكون غسلاها كويس قوي بالليمون والدقيق. بعد ما غسلتها وصفتها كويس دخلتها الفريزر كده شوية قبل ما افرمها، على ما حضرت باقي المكونات بتاعتي والحاجات اللي انا محتاجاها للوصفة. عشان انا بحب افرمها وهي يعني متماسكة شوية، ماسكة نفسها شوية كده، ده بيدي نتيجة احسن في الفرم وفي القوام بتاعها. اتفرمت معايا بالشكل ده، وهبتدي اضيف عليها بقى الاضافات على طول كده في الكبة. حوالي معلقة صغيرة من الملح، طبعا ظبطوا الملح زي ما تحبوا، ونص معلقة من الفلفل الأسود. المعلقة اللي معايا دي كانت حجمها صغير خالص. معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة بتبقى حلوة جدا مع الفراخ. وهضيف كمان بصل بودرة وتوم بودرة. وهضيف بهارات فراخ، طبعا ممكن تحطوا البهارات اللي بتحبوها، سواء 7 بهارات أو حتى بهارات لحمة أو مرق الدجاج. أي نوع بهار بتحبوه تقدروا تحطوه. حطيت كمان نص معلقة صغيرة من الجنزبيل ونص معلقة صغيرة من البابريكا. وهضيف بقى دلوقتي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هيدي هشاشة كده ومش هيخليها مكتومة. معايا بقى معلقة كبيرة من الفيجيتار، ده بيكون مبهر وكمان عليه ملح، فنخلي بالنا من نسبة الملح. ومعلقة كبيرة من النشا. آخر مكون معايا بقى وهو البطاطس، دي بطاطساية واحدة وزنها كان قبل السلق حوالي 200 جرام. سلقتها وهرستها كويس قوي وهضيفها كده على الفراخ اللي عندي. عايزه اقول لكم مش هتأثر على الطعم خالص، بالعكس هتظبط معانا قوام الفراخ وهتديها قوام حلو مش بتبان خالص. يعني انا حاطه بطاطسايه واحده بس، هتزود معانا الكميه ومش هتأثر على الطعم خالص. جربوها وقولوا لي رأيكم. هفرم بقى كل الاضافات دي مع الفراخ عشان كله يندمج كده مع بعضه. انا عايزه الفراخ تبقى عجينه ناعمه، كله كده يبقى متجانس مع بعضه. بعد ما فرمتها هزود عليها حوالي معلقة كبيرة من الزيت، وده بس كده عشان ايه ألم بيها العجينة، وعشان كمان تبقى ناعمة معايا وسهلة في التشكيل. اي خيوط بيضة كده تقابلك وانتي شغالة او جلد زي كده لازم نشيله على طول، مش بيبقى حلو خالص لو سيبناه. كده احنا خلاص خلصنا التشكيل بقى. النهاردة بتاعنا سهل جدا ومن غير بهدلة خالص. كيس حلواني بدهنه كده بالزيت، حطيته في كوباية كبيرة كده وهبتدي املاه بالعجينة بالشكل ده. بعد ما مليته كده بخرج اي هوا، وتبدأي بقى تقصي على حسب حجم الفراخ اللي انت عايزاها. تقصي الكيس بقى من تحت عشان تتحكمي في حجم الفراخ اللي هتعمليها. بجيب صينية وبفرد عليها كيس من التلاجة وبدهنه بالزيت كده عشان اتأكد ان الفراخ ما تلزقش فيه. وبكل بساطة بقى ببتدي اشكل بالكيس كده، في ثواني هتلاقي العجينة بتنزل معاكي، مفيش اسهل من كده. العجينة بجد ناعمة وبتطلع بسهولة جدا من الكيس. ترفعي ايدك كده من على الصينية وبتضغطي وتسحبي، وعلى قد ما انت عايزة طول الصباع كده تقطعي. ممكن تعمليها اطول من كده، تبقى يعني بحجم الرغيف الفينو، تبقى سهلة معاكي قوي في السندوتشات وفي اللانش بوكس. الحجم ده كان حلو جدا. وطريقة الصوابع دي بجد فكرة تحفة عشان السندوتشات، عجبتني جدا، اسهل كمان من الناجتس العادي. التشكيل بتاعها ده هيعجبك ومش هياخد معاكي اي وقت. يعني حتى لو هتعملي 2-3 كيلو هتعملي الكمية دي كلها على طول، مش هتتعبك خالص. ممكن كمان ترفعوا الصوابع اصغر من كده، هترمي معاكي كمية اكبر. سويت الاطراف بتاعتها بالاسباتولا كده، بس اصلا مش لازم خالص نعمل الخطوة دي. احنا كده كده هنغلفها بالكريسبي او البقسماط، فمش هتبان. عشان بقى تعملي باقي الكمية بتحطي كده كيس تلاجة عليها من فوق، وتبدأي تعملي دور تاني براحتك خالص، وتعملي كل الكمية اللي معاكي. تحاولي تخلي الكمية كلها يعني مع بعض، عشان احنا بعد كده هندخلها الفريزر لحد ما تجمد خالص. تحطي طبقات كده على بعض، مش هيجرى لهم اي حاجة، المهم يبقى بينهم كيس تلاجة زي ما قلتلك. اخر حتة كده معايا عملتها على شكل دونتس كده، تقدري تعملي الدونتس ده برضو، الولاد هيحبوه جدا وهيبقى تغيير.
نص كيلو من الفراخ عملنا بيه كمية حلوة جدا. يعني لو هتعمليها كلها صوابع كده هتعمل معاكي اكتر من 55 قطعة. بجد تحفة، وهتكفي معاكي مدة كبيرة جدا لللانش بوكس، وهتريحك في المدارس خالص. هبتدي اغطيها كده وادخلها الفريزر لحد ما تجمد، حسب بقى قوة الفريزر عندكم. المهم تبقى جمدت خالص عشان نعرف نغلفها بعد كده بالبقسماط. بعد ما بتكون بقى جمدت خالص ومسكت نفسها كويس جدا، بطلعها وابدأ بقى ان انا اشتغل فيها. شايفين لازم تبقى جامدة كده عشان يعني تبقى سهلة معاكم وانتوا شغالين وما تفكش. حاولوا كمان تطلعوا بقى الكمية اللي هتشتغلوا فيها، ولما تخلصوا طلعوا كمية تانية عشان تضمنوا انها تفضل متماسكة معاكم وانتوا شغالين. بنحضر بقى الخليط اللي هنغلفها بيه. طبعا كلنا عارفينه. اول حاجة عندي طبق كده من الدقيق، وطبق تاني هكسر فيه بيضة، احط عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، واخلطهم كده لحد ما البيضة تفك معايا. بعد كده زودت عليها معلقتين من الدقيق وقلبتهم مع بعض كويس. افك كده الخليط بشوية صغيرين من الحليب. وهنا معايا الكريسبي اللي هغلف بيه، بيدي قرمشة حلوة جدا، بيخلي الشكل تحفة والطعم حلو، بيبقى زي الجاهز وأحلى كمان. زودت عليهم معلقة كبيرة كده مليانة من الفيجيتار، بتكون عليها بقى كل التوابل وكل الإضافات، فأنا مش هزود حاجة تانية خالص. أقلبهم كده مع بعض واشتغل على طول. على طول بقى باخد صوابع الفراخ الحلوة دي على الدقيق، وبعد كده على خليط البيض. شايفين القوام بتاعه بيبقى متوسط كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف، بيغلف القطعة وبيثبت عليها، وكمان بيخليها تمسك في الكريسبي حلوة قوي، وكمان هيوفر معاكي في كمية البيض اللي هتستخدميها. تعملي بقى كده على طول 3 4 كده مع بعض، هتلاقي نفسك خلصتي في ثواني. احنا مش هنفضل نعمل واحدة واحدة، لا، 3 4 5 كده مع بعض، وعلى طول من الدقيق على البيض على الكريسبي، في ثواني هتلاقيكي خلصتي. وبعد ما بنحطها في خليط البيض وبنحطها في الكريسبي، ممكن لو عايزين طبقة قرمشة اكتر ترجعوها تاني على البيض، وبعد كده تحطوها على الكريسبي تاني. كده طبقة القرمشة بتاعتها هتبقى اكتر، والطبقة كده هتبقى كبيرة، والحجم بتاعها هينفش، وبرده بتبقى حلوة جدا. طريقتها بجد سهلة وسريعة، ان شاء الله هتعتمديها طول المدارس. ناخد كذا واحدة كده وبنغلف، وارتاحي بقى طول الشهر. خلصت كل الكمية اللي عندي، غلفت كمان الدوناتس الحلو ده، وبصوا بقى شكله حلو جدا. الكمية ما شاء الله كبيرة جدا. كان في كمان طبق غير ده، بس يعني خلاص بقى الف هنا. اول ما تخلصي بقى بتجيبي اطباق كده، تحطي كيس تلاجة من تحت زي ما انا عملت كده، وترصي الكمية اللي عندك كلها ما بين طبقة وطبقة. تحطي كيس تلاجة وبرضو ترصي، وهيبقى معاكي بجد احلى من الجاهز. سهل وسريع، وتطلعي تسحبي منه على طول الكمية اللي انت عايزاها من الفريزر كده. مش هتلاقيه لازق معاكي ولا اي حاجة. تخلي بقى باقي الكمية في الفريزر عادي، وتاخدي على قد ما انت عايزة وتحمري على طول. شوفوا، نص كيلو من الفراخ مع شوية إضافات، عملنا تفريزات من أصابع الدجاج المقرمشة خطيرة. طعمها بجد تحفة. هجرب معاكم كمان نقليها في الزيت، وكمان هنجرب نقليها في الاير فراير. يعني أنا على طول بحب أعملها في الاير فراير بصراحة، وبتبقى جميلة وصحية. عشان أحمرها بقى في الزيت، بنزل بيها كده في زيت سخن، وبعد ما بنزلها وتمسك نفسها شوية، بخلي النار كده وسط. يعني بحطها الأول على نار عالية، بعد كده بخلي النار وسط عشان تلحق تستوي كويس، ومش بتاخد معاكي يعني وقت طويل. بقلب فيها كده عشان تاخد لون. ابتدي اقلب كده عشان ايه اللون يبقى موحد كده وجميل. لما بلاقيها استوت كده بعلي النار كده في الاخر شوية، يعني عشان تدي قرمشة اكتر وتنشف كده. اول بقى ما توصلوا للون اللي انتوا عايزينه على طول طلعيها. بجد بتبقى مقرمشة جدا جدا، واحلى من الجاهزة يعني بكتير جدا. عايزة اقول لكم كمان مش بتبقى شاربة اي زيت خالص. هي بصوا، حتى وانا بطلعها وبصفيها ما تقريبا ما فيش اي زيت يعني. بتنشف ما شاء الله وبتبقى حلوة. بدون مبالغة هتلاقوها حاجة تانية خالص كده، وهتحسوا بطعم الفراخ يعني ظاهر كده، مش اضافات غريبة زي الجاهزة، وطعم لذيذ جدا. بالنسبة بقى للاير فراير، انا بكون مسخناها كويس جدا قبل ما احط القطع اللي انا عايزاها، وبرصها يعني برصها كده، وبرش بس رشة كده بسيطة من الزيت،
ونسيبها بقى تستوي. طلعها بقى على طول كده الاقيها استوت، مش بتاخد وقت، وبتبقى بجد حلوة جدا ومستوية وخفيفة، والقرمشة بتاعتها بتبقى جميلة قوي. شايفين لونها من جوه ابيض وجميل ما شاء الله. وده شكلها لما قدمتها، والله بجد احلى من اي حاجة جاهزة مش مضمونة. وكمان لو حسبناها في الوقت اللي احنا فيه ده هنلاقيها فعلا ارخص من البيض والجبن واللانشون، وحاجة كده طعمها جميل، هتفرح الولاد جدا، وكمان صحية ومفيدة، وهتبقي مطمنة وعارفة بتأكليهم ايه يعني. تشجعي كده وقومي اعمليها مرة واحدة كده وشيليها في الفريزر، وارتاحي بقى يعني من حيرة كل يوم اللانش بوكس وانا اكل ايه، لا مش بنحب ده، لا مش عايزين ده. صدقيني تحفة وهتدعيلي. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان هنعمل افكار حلوة جدا واقتصادية، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.